السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل اي حاجة ما ننسوش الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. كمان ما ننسوش ندعو لاخواتنا المستضعفين في كل بقاع العالم، اللهم انصرهم واجبرهم جبر يتعجب ليه أهل السماء وأهل الأرض يا رب العالمين. حبايبي طبعا احنا في فترة امتحانات، ربنا ينجح أولادنا وأولادكم وأولاد المسلمين أجمعين في كل بقاع العالم يا رب، ويجبر بخاطرنا يا رب، ويدينا على قد تعبنا اللي احنا بنتعبه يا رب العالمين. كمان مننسوش ندعو لكل مريض إن ربنا يشفيه ويعافيه يا رب، شفاء لا يغادر سقما، اللهم آمين يا رب العالمين. حبايبي ومتابعين المحترمين، فضلا وليس أمر الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس للكل علشان يوصلكم مني كل جديد. تعليقاتكم الجميلة ولايكاتكم الجميلة ربنا يديمكم نعمة في حياتي. ما تنسوش تدعوا لبابا إن ربنا يرحمه ويغفر له ويسامحه، هو وأموات المسلمين أجمعين، اللهم ارحمهم واغفر لهم وسامحهم واجعل قبرهم روضة من رياض الجنة يا رب العالمين. النهاردة هنتكلم عن الخالة حلمية وآخر الفيديوهات بتاعتها، هنتكلم عن أم جنى وهنتكلم على سماح. هنتكلم في البداية كده على الخالة حلمية وعلى اختصارة الفيديوهات بتاعتها لحد آخر فيديو النهاردة منزلاه، عشان ايه ما نكونش متأخرة معاكم في الفيديوهات. هنتكلم طبعا عن الفيديو اللي هي راحت فيه السوق. بصراحة كان فيديو أول حاجة مليان طاقة إيجابية، حب الناس طبعا دي نعمة من عند الله. بس هنا برضو جينا علقنا على صاحب البط، يعني اللي هو كان بيتكلم عليها ان الست حلمية اللي عملته في البط ده كان أكبر غلط، ان هي تاخده في الزراعية وكان الجو برد وهو عنده سخونية، ما كانش ينفع ان هي تتعامل معاه كده. قال لها ما ينفعش انك انت تتعاملي معاه بالشكل ده، زي ما احنا اتكلمنا في الفيديو ده لو انتوا تتذكروا. ناس كتير اعترضت في الكلام على اللي احنا بنقوله، وكانوا بيدافعوا على الست حلمية في الموقف ده. حتى الراجل بتاع البط ذات نفسه قال يا جماعة ان هو ما ينفعش يتعامل المعاملة دي، ما ينفعش ان هو يبقى سخن وتعبان، وفي نفس الوقت ايه، ان هو يترمي بالشكل ده بالرمية دي في المية، ويقول لها انت واخدة البط وموديه البحر علشان خاطر تموتيه. قال لها انك انت كنت المفروض كان جبت له علاج وكان حطيتيه في البيت، وما كنتش خدتيه وديه في المكان الصعب ده، والجو كان برد وهو عنده سخونية، وفي نفس الوقت انت حدفتيه في المية، فعشان كده انت موتت البط كان محتاج انك انت ما تحطلوش مضاد حيوي. في نوع علاج كده هو قال لها عليه، قال لها تحطي 10 سنتي منه على رتل ميه وتحطه لهم علشان خاطر ايه يشربوا ويتعالجوا، زي ما يكون قال لها كأنه واحد عنده دور برد وانتي هتفضلي اتعالجي فيه زي ما احنا بناخد علاج وبناخد مسكن وبنخف ونبقى كويسين. يعني شبه لها البط زي البني ادمين بالظبط. تمام. كمان يعني بصراحة بتعجبني الست حلمية، وبتعجبني يعني الطاقة الإيجابية بتاعتها الجميلة اللي فعلا حقيقي حقيقي بتبقى جميلة يعني في الوضع الحالي. لما بتبقى في السوق بصراحة حب الناس جميل قوي ليها، وبتحب الناس كلها وبتتعامل مع الناس كلها عادي جدا، بتتعامل بطريقة كويسة وطريقة طيبة. الست دي طيبة من جواها فعلا حقيقي، بالذات لما الست اللي بتقول لها انت منين، قالت لها ده انا من كتامة، قالت لها ده انا عندي واحدة قريبتي في كتامة، قالت لها لو انت عاوزاني اجيب لك منها حاجة، ولو انت عاوزاني اعمل لك حاجة ولا عاوزاني اوصل لك لها حاجة، من عينيا الاتنين. فده بيبان على الست ان هي الست دي طيبة بتحب تساعد الناس يعني. كمان موقف الست اللي بتقول لها على الخمار، راحت قالت لها معلش حقك عليا، والله طارق كان جايبهولك معاه في العربيه، بس قابلته ست تاني على في الطريق وقالت له ادوني ده ليا انا، مرضيش يحرجها وعطاه لها، وان شاء الله المره الجايه هجيب لك واحد معايا. تمام. ده كان الفيديو بتاع السوق. كمان شفنا الفيديو اللي هي كانت رايحة وطالعة الموتوسيكل مع محمد مصطفى. بجد الفيديو ده انا طول الوقت اقول كده يا لهوي هتقع من على الموتوسيكل، يا لهوي هتقع من على الموتوسيكل طبعا، وبتتكلم وبتشرح وراحت سايبة ايديها من على محمد مصطفى وقعدت ايه تتكلم في الفيديو. فالمهم ان الفيديو ده اساسا ما شاء الله، اولا انا بصراحة محمد مصطفى ده الله اكبر عليه ما شاء الله، عيل جميل جدا، شاب الله اكبر عليه، ربنا يحفظه ربنا يعوض عليه يا رب. كلامه جميل جدا، شخصيه محترمه جدا، سبحان الله اللي يشوفه ويشوف ابوه فرق كبير جدا سماء وارض. طبعا ربنا يهدي كل عاصي يا رب العالمين. وشفنا طبعا العم الدسوقي في الزرع، وان هو زعلان وغضبان علشان خاطر ان هو بعد ما طلق المية على الغيط بتاعه الشخص التاني اللي هو الجار يعني قفل من عليه المية، وكان غضبان وزعلان ما كانش عاوز يمشي من الغيط علشان خاطر عاوز يسقيه. عجبني بصراحة كلمتين محمد مصطفى بيقول له لو انت كنت مكانه
وكنت انت اللي طالق المية يعني على الغيط بتاعك، فاتح المية على الغيط بتاعك، فلو هو عمل كده معاك كنت انت هتاكل مصارينه وما كنتش هتسيبه. فراح قال له لا انا ما كنتش هعمل كده. راح قال له لا ما حصلش، كنت هتعمل اكتر من كده كمان، وما كنتش هتسمح له ان هو يفتح المية والغيط بتاعك شغالة عليه المية. طبعا ما ينفعش يا جماعة، طبعا الجيران هناك بتبقى لبعضيها اي نعم، والجار للجار، بس بالذات في فتح المية ده بيبقى لازم الزرع بتاعتي تروي الاول ليه لما الشخص التاني، لانه لو ده فتح وده فتح يبقى ده لا هيروي ولا ده هيروي، المية تفضل متطاولة بالاتنين، ومش هينفع لا ده يروي ولا ده يروي. طبعا شفنا عم الدسوقي قاعد يضحك وغمض وشه وقاعد يضحك وعمل يعني اللي هو عدى الموقف. بس بصراحة يعني عجبني كمان الست حلمية ادت مثل، يعني قالت لو مثلا انت معاك القلة بتشرب فيها وحد هيجي ياخدها منك، هل انت هتديها له غير لما تشرب؟ فبتلك كل الحالات في حدود كده بين الفلاحين ما ينفعش يتعدوها، بالذات حدود ان انا في الغيط بتاعي المزق شغال، او مثلا الجرار او اي حاجة. كمان قعدوا يحكوا على زمان إن كان زمان فيه يعني حاجة اسمها ساقية بيسقوا بيها الغيط. الساقية دي كانت هي اللي بتسحب المية من تحت الأرض، وكان وقتها طبعا البقر والجاموس هم اللي بيشغلوا الساقية دي، بيفضلوا يلفوا فيها. طبعا لو في بعض من الناس تعرفها أو في بعض من الفلاحين يعرفوها، هي دي اللي كانت تروي الغيط، وكانت الناس تشتغل عليها. فقال لك محمد إن لأ طبعًا أكيد دلوقتي أحسن من المكنة إن هي طبعًا سريعة تقدُّم يعني، لكن لو كان مثلًا هيبقى على مزقة الساقية كان هنفضل طول اليوم كله في الغيط، والغيط ممكن ما يترويش كمان على حسب الظروف اللي بتحصل. لكن اللي هو حصل طبعا قالك ان هو دلوقتي طبعا احسن بكتير جدا من اللي احنا بنشوفه زمان. فمن هنا اقول بصراحة المنكاني، هنا اقول لمحمد مصطفى الله يبارك لك ربنا يديك الصحة. كمان عجبني كلمة لما قال انا والارض بقينا زي اصحاب واصدقاء، عندي استعداد اقضي يومي ليلي ونهاري مع الارض، ما ازعلش ابدا ولا ازهق ابدا من وجودي وسط الزرع وسط الارض، خلاص انا والارض بقينا اصحاب. قال له حتى لو كانت المدام هتزعل، قال له ما تزعلش لاني ما تسيب المدام لوحدها، قال له عادي اسيبها مفيش مشكلة، بس دي خلاص اتعودت عليها. وفعلا الفلاح يا جماعة حياته بتبقى فعلا الفلاحة والزراعة دي حقيقة على فكرة، بيبقى فيه حزن كبير لو الفلاح ساب أرضه أو أتت عليه ظروف بحة أو حصلت أي حاجة. برغم إن والله ساعات كتير الزرع ده ما بيجيبش همه، يعني ساعات الفلاح كده الزرع ده ما بيجيبش همه، بس في نفس الوقت دي بالنسبة له الحياة بتاعته. ربنا يوسعها جميعا. طبعا شفنا آخر فيديو اللي هي منزلاه النهاردة الست حلمية. طبعًا الفيديو ما شاء الله تبارك الرحمن، الشقة بتاعتها طبعًا بعد ما خلّصت ورويت والكلام ده. كمان شُفنا وقوف حسام معاها في تركيب الستاير وفرش السرير في توضيب الشقة بتاعتها. بصراحة يا حسام يا ريت الكلام ده كان من زمان، تبقوا مع بعض زي كده سَنَد وضهر لبعض، وربنا يديمكم يا رب ما بينكم المحبة والأخوية والحب بتاعكم ليه. وقالت طبعًا لازم حسام جاي يقف معايا عشان عارفني إن أنا تعبانة. شُفناها طبعًا لمّا فرش معاها السرير، وشُفناها لمّا فرش معاها المشّايات، شُفناها لمّا ركّب لها الستاير، وشُفنا كل طبعًا الخطوات دي، وشُفناها كمان لمّا البوكيهات الورد الصغيّرة دي خلّاها لهم كلّهم شكل واحد. بصراحة تسلم إيديك بأمانة، أنت باين عليك شغلك نضيف جدًا وتسلم إيديك يا حسام. مهما كان يا جماعة مصارين البطن بتتخانق، فربنا يا رب يجمعكم على خير. كمان يا ست حلمية هو فعلًا المتابعين كانوا حابين شكل الرُكنة من بعد الفرش، لمّا بيقول لها طارق شيلي الفرش ده اللي عقّدني وعقّد الجمهورية كلّها، وهي بتقول لِك إن هو الفرش ده بيحفظ. أي نعم الفرش بيحفظ يا ست حلمية، بس مش على طول هتفضلي مكفّناها كده، هاتي فرش تاني بدّلي معاه، بدل ما هو يبقى فرش واحد هاتي فرش تاني، وهاتي 3 كل شوية تحطّي ده وتشيلي ده، هتغيّري هيبقى الشكل كتير وشكل حلو. زي ما أنتِ قُلتِ كده، يعني كل المتابعين كل الكلام اللي هم قالوه كان عندهم حق. أنتِ قُلتِ أهو لمّا اتفرشت الفرشة ولمّا اتفرشت الستاير بقي شكله جميل جدًا، وبقي منظرها جميل وبقي منظرها تحفة. فبجد، بجد ربنا يوفقِك يا ست حلمية، وما شاء الله فعلًا حقيقي ما شاء الله بعد ما فرشتِ الرُكنة وبعد ما ضبّطتِ الشقة بتاعتِك الله أكبر، فعلًا بشكلها جميل جدًا كأنها شقة عروسة.
فما شاء الله. كمان الحمام شكله تحفة جدا، برغم ان انا لحد الان عندي مبدئي ان الدش ما كانش ينفع يبقى قدام الباب بتاع الحمام، كان المفروض الحوض اللي بيبقى قدام باب الحمام. بس بصراحة ما شاء الله تبارك الرحمن، طبعا توضيبه شكله تحفة، المطبخ بقى شكله جميل جدا. وان شاء الله يا ست حلمية ربنا يوفقك وتجيبي بديل الرخام وتعملي المطبخ كله كامل متكامل، لان هيبقى اسهل لك كتير قوي في غسيل وصبين الحيطان، هيبقى اسهل لك كتير جدا من البياض يعني. المهم هنا جينا نتكلم على الإخوة، الأخ والأخت لما يبقوا سند وظهر لبعض يا جماعة، عمر ما حد يقدر يدخل ما بينهم، وفي نفس الوقت ربنا يا رب ما يدخل ما بينكم أي حاجة. بس عاوزة أعلق تعليق هنا على طبعا الفيديو اللي أنا عملته قبل كده، في 2 متابعين مش متابعة واحدة، يعني واحدة بتقول لي اتقي الله. أنا ما اتكلمتش في حاجة وحشة أساسًا على الست حلمية، الست حلمية هي اللي بتتكلم وبتقول إن حسام ده يا جماعة أخويا، أنتم هتقولوا إن هو في اختلاف بيننا ما بينكم، وفي متابعين كاتبين لها مش هو ده حسام اللي كان قبل كده. بتقول لهم خلاص يا جماعة ده مصارين البطن بتتخانق، وإحنا اتخانقنا أي نعم وفي مشاكل ما بيننا، بس الحمد لله ربنا سترها وصالحنا وكلام زي كده. أنا نفس الكلام اللي أنا قُلته، وفي العنوان خدت الكومنت اللي كاتباه المتابعة وحطيته كعنوان. واحدة خشت تقول لي اتقي الله، طب اتقي الله في إيه؟ أنا إيه اللي قُلته؟ ما هو أنتِ لو سمعتِ الفيديو هتعرفي إن أنا طب ما قُلتش حاجة غلط، يا ستي ربنا أكيد هو اللي بيحاسب فمش مشكلة، أنا عاوزة ربنا يحاسبني على نيتي، ما فيش مشكلة. بس أنتِ برضه اتقي الله قبل ما تقولي لي أنا، واسمعي الفيديو وشوفي هل كلامي أنا وِحِش أو كلامي يدينهم والّا أي حاجة، عشان بتقولي اتقي الله، هم اصطلحوا بقوا إخوات وحبايب وأنتم برضه بتولّعوا، أنا الحمد لله عمري ما ولّعت بين حد. بالعكس أنا باتكلم في الفيديو إن هُم أخوات وإن هُم سَنَد وإن هُم ضهر لبعض وإن هُم من زمان مش من دلوقتي، وأول ما قالوا الصلح أنا أكتر واحدة كنت مرحّبة بالصلح وقُلت كويس إن هو المشاكل هتخلص وتقرف. بالعكس الحاجة دي مُشرّفة لينا إحنا كمصريين إني نطلّع فيديوهات كويسة من الريف المصري وحاجات نتشرّف بيها. وكمان جات واحدة بتقول لي: "ما هو العنوان اللي أنتِ كاتباه ده ما يدلّش." قُلت لها برضه ردّيت عليها وقُلت لها: "يا ستي العنوان ده أنا واخداه، هي الست حلمية اللي بتقوله، وأنا خدت العنوان وحطيته علشان يشد المتابع، علشان خاطر المتابع يخش ويشوف الفيديو بتاعي ويشوف إني أنا باقول إن هُم ما فيش مشكلة إن هُم يبقوا إخوات ويبقوا مع بعض ويبقوا حبايب." فنفسي أسأل سؤال بس عشان أنا بدأت أحتار، يعني المتابع أولًا لمّا قعدنا نتكلم على زاهية بطريقة إيجابية وبنقول إن هي كويسة وفيديوهاتها وبقت في حالها والكلام ده، واحدة كانت خاشة تكتب لي: "أنتِ وقتِك توِّك تشوفي الفيديوهات." ومش عارفة إيه، وبتكتب كومنتات ما لهاش لازمة. يعني أنتم دلوقتي لا بيعجبكم الواحد يتكلم كويس ولا بيعجبكم الواحد بيتكلم وِحِش، طب إن إحنا نتكلم إزاي طيب؟ يعني أنا انتقدت الوِحِش مش عاجبكم، انتقدت الحلو مش عاجبكم، طب وبعدين بقى؟ في حتّة اتقي الله دي أكيد ربنا سبحانه وتعالى ده رب قلوب وعالم بكل واحد، وأكيد أنا عاوزة ربنا هو بقى اللي يحاسبني على نيّتي وضميري. وشكرًا ليكم وشكرًا لكلامكم، ومش زعلانة من أي حد، بس حبّيت أدّيكم فكرة يعني، والله المستعان. يالّا حبايبي سيبوا كل ده وحطّوا اللايك وتعالوا علشان خاطر هنتكلّم على سماح والكدب والتمثيلية اللي فعلًا ماشية ومكمّلة فيهم، وكمان اللي هو دلوقتي أبو مالك ده بيكمّل معاها نفس الدور. في البداية كده هاعرّفكم كذا خطوة كده هتعرفوا إنه أبو مالك مع سماح في كل التفاصيل اللي هي بتعملها، وما فيش مشاكل بينها ما بين جوزها، وما فيش أي حاجة من الكلام اللي هي بتقوله ده. في البداية كده بصينا على الفيديو لقيناها خاشة وجاية أساسًا لابسة لبس أولًا لا قيمتها ولا تنفع تلبسه ولا من سنها أساسًا. اللبس اللي هي لابساه ده لبس بنات، مثلًا بنت عندها حوالي مثلًا 17، 18 سنة، البنطلون البنطلون اللي قافش لا مؤاخذة في جسمِك كله، والتيشيرت اللي أنتِ تانياه، كمان يا ريت حتى منزّلاه عشان تداري نفسِك، لأ، ولابسة لبس غريب أوي كده، حاسة إنِّك أنتِ كأنِّك أنتِ بترجعي تعيدي الشباب بتاعِك اللي أنتِ ما عشتيهوش، ما فهمهاش دي. وقالت إن النهارده الأولاد راحوا عند أبوهم عشان الجمعة وأنا بقى فلسانة وقرفانة، فقُلت لازم آخُد بعضي وأروح أنزل أتمشى وأروح الشقة بتاعتي عشان أطمن على الكهربا وأطمن على ما فيش في جمصة. تمام. أولًا في البداية كده يا جماعة الصورة المصغرة اللي متصورها سماح دي بالعقل كده، هل هي هتبقى موجودة لوحدها في البيت عشان كده تتصور منظر الصور اللي هي بتبقى متصوراها دي؟ لأ طبعًا لازم حد يكون مصورها لها. ثانيًا لمّا راحت جمصة وأول ما دخلت قالت: "إيه ده أنا دخلت ولقيت الشباك مفتوح بتاع الشقة."
يا ترى في إيه؟ طيب بُصّي، أولًا الdeep freezer اللي موجود في الشقة ده، الdeep freezer ده بتاع سماح اللي هو في شقتها في بيت حماها. يا ترى الdeep freezer ده جه إزاي من هناك وطلع إزاي الشقة دي واتحط إزاي؟ عشان تعرفوا بس إن هو كل الخطوات دي أبو مالك موجود معاها في الفيديوهات دي والصور المصغّرة والفيديوهات اللي هي بتعملها، لو لمحتوا إن كل التفاصيل دي كلّها بتثبت إن جوزها موجود معاها، وكل اللي بتعمله ده ترند، بس ترند رخيص بأمانة ربنا، بما إن هي قاعدة في أرياف وكلام زي كده. يا جماعة بالعربي كده، ما فيش واحدة في الريف ولا في صعيد ولا في فلاحين ولا في أي مكان في العالم يبقى واحدة زي كده عايشة وسط الناس دي، اللي هي طلعت وقالت قبل كده إن ناس وقفتني في الشارع وقعدت تقول لي: "هو إيه اللي حاصل وإحنا إيه اللي بنسمعه ده والكلام اللي إحنا بنشوفه والكلام ده كله؟" الناس اللي هي قالت بلسانها، الناس بتسأل. استحالة، استحالة واحد ماشي يكون مراته على ذمته، تمام، وأخواتها ومامتها والناس دي كلّها، تمام، إن هُم يسيبوها تروح تعيش في بيت غير بيت جوزها أو في بيت أهلها. استحالة لو كان في مشاكل أساسًا، استحالة تعمل أي حاجة، بس هي بالفيديوهات اللي هي بتعملها دي عاوزة تورّيكم إنه يعني ماتت التقاليد والعادات. لأ، الفلاحين والصعايدة والناس دي عمرهم ما بتموت عندهم التقاليد والعادات، حتى لو كان البيت جنب البيت، البيت جنب البيت بينه وبين بعضهم حيطة، استحالة يوافقوا على حتّة إن الست تسيب بيتها وتسيب مكانها وتروح تعيش فيه لوحدها وتعمل نفسها إن هي غضبانة، وكمان تروح تشتري هدوم جديدة وتروح تشتري حاجات مش عارفة إيه، وتعمل نفسها إن هي غلبانة ما حيلتهاش إن هي تجيب لنفسها أوضة نوم ومش معاها ما أعرفش إيه. أكيد 100% يا الشقة دي بتاعة سماح وهي مشترياها، تمام، وأبو مالك معاها في الtrend الحقير ده، وخليكم فاكرين كلامي وهترجعوا في الآخر تعرفوا إن الكلام ده صح. ما فيش حد بيتعدى حدوده في الواقع على أرض الواقع زي ما سماح متعدية حدودها ومكسرة القيم والمبادئ والأخلاق بتاعة اللي إحنا بنعيش بيها ونشوف بيها. يعني في الأول والآخر كل كلامها كذب في كذب وتمثيل في تمثيل. حتى الفيديو ده تعليقات كتيرة جدًا، جدًا كله هجوم عليها، اللي هي دلوقتي عملت طُز للمتابعين وطُز للناس كلّها وطُز للبلد وأهل البلد وطُز لكل الناس، زي ما هي بتقول لِك طُز، طُز في كل حاجة. فهي عملت كده فعلًا حقيقي، لدرجة إن هي بدأت ترُد على التعليقات بتاعة المتابعين بطريقة مش كويسة. يعني واحدة بتقول لها: "إيه اللبس اللي أنتِ لابساه ده، هو أنتِ فاكرة نفسِك أنتِ صغيرة عشان لابسة اللبس ده؟" راحت قالت لها: وأنتِ مالِك خلّيكِ في حالِك، دي حاجة ما تشغلكيش." أو حاجة زي كده. فالرَد بتاعها كمان بقي وِحِش جدًا، وكمان مستنيين الرَد اللي هي بتيجي على طول تقعد وتجيب الكرسي وترُد على كل متابع بطريقة مش كويسة. فبجد يا سماح أنتِ تعدّيتِ كل الحدود الحمرا بصراحة. بأمانة، بأمانة يعني فعلًا أنا بدأت أكره اليوتيوب ده اللي بيخلّي القيم والمبادئ تنزل الأرض. بصراحة أنا ما باحبش الموضوع ده، لإني كما إن أنا واحدة صعيدية واتربيت عليها، باحس إن المبدأ ده والأخلاق حاجة قيمة كبيرة جدًا، قيمة يعني ما فيش بعدها. فإن أنا أبُص ألاقي واحدة تطلع تكسّر القيم والمبادئ اللي الناس بتتربى عليها وبتطلع عليها. يعني الواحد مهما عاش أهو، أنا عايشة في القاهرة، مهما عِشت بس باحب مبادئي وأصلي وتربيتي. يعني تربيتي بتحكم عليَّ في حاجات كتير جدًا، فلمّا ألاقي واحدة زي كده بتكسّر كل المبادئ والأخلاق وكل حاجة في لحظة علشان خاطر بس تبقى عندها مشاهدات عالية، وعلشان خاطر بس تسوق الجدل علشان يبقى طالعة trend والحوار ده. أي بني آدم محترم عنده مشاكل في حياته مش لازم نطلع ونحطها على العلن ونتكلم فيها. فبجد لله الأمر من قبل ومن بعد. حبايبي حطوا اللايكات وتعالوا كمان نخش على أم جنى. أم جنى طلعت لنا بث مباشر وقالت إن أنا تعبانة جدًا ومهبطة ومش قادرة. بس هنا قبل أي حاجة دلوقتي أم جنى محسسانا عايشة السن ال17 سنة، اللي هو واحدة بقى حامل وأول مرة تحبل، وكل ما فيش ترند، ما فيش فيديو، قصدي عفوًا ما فيش فيديو، ما فيش لايف غير تعالَ أمّا نشوفوا الحمل والولادة، تعالوا رايحين للدكتور عشان نشوف البيبي، تعالوا عشان ما أعرفش إيه. فأم جنى اللي هي طالعة لنا برضه نفس النظام عايشة لنا دور، يعني اللي هو
بنوتة بقى عندها 17 سنة بتعيش الواقع بتاعها وبتعيش لحظات الحمل، اللي هي ما شاء الله عندها ابنها عريس وبنتها عروسة، والتاني نفس النظام. يعني انت ما شاء الله عندك 4 والدات مخلفاهم يا أم جنى، فانت اللي طالعة تسوقلنا الجدل كمان بنفس النظام كمان، اللي هو كمان انا تعبانة ومش قادرة وهبطانة و ومش قادرة أعمل أكل ومش قادرة أعمل أي حاجة، ونبص نلاقيها بالمحشي ونلاقيها في نفس تلك الحالة كده. يعني انت لو تعبانة خلي بنتك تسلقلك فرخة وتعملك شوية شوربة جنب منها، تعملك أي حاجة وخلاص قضي وقتك. لا يلا بينا نعمل كوبيبة، هنعمل كوبيبة. انت تعبانة يا ستي؟ انت لسه كنت بتقولي تعبانة، انت هتجننينا معاكي ليه؟ انت لسه بتقولي تعبانة ومهبطة ولسه هتقومي تعملي كوبيبة؟ فيعني وضع غريب قوي كمان، غير لما بتقوم بقى تلبس الشبشب بتاعها لا مؤاخذة وتكر في نفسيها كده وتروح تلم البيض وتلم معرفش ايه وتغير معرفش ايه وتجيب. راحت بقى الايه، كانت رايحة للدكتور، راحت لقيت قال الدكتور مشي، زعلت وقتها وغضبت ان الدكتور مشي وازاي الدكتور يمشي. كمان انا نفسي اسأل سؤال، يعني عندها ابنها الصغير اللي هو مازن، الترنج اللي هو كان لابسه ده كان لابسه اليوم اللي قبل منه، وهو كان ماسك اللحمة في ايده وكانت ايديه متلحوسة ووشه متلحوس، والترنج هو بريحة الزفارة والقرف اللي هو فيه. ازاي تاخديه وتروحي بيه عند الدكتور اساسا يعني؟ وكمان كان يلعب قال هو وجنى، وكان يلعب هو وريان استغماية، يعني هدومه متبهدلة ومتوسخة. أم جنى النظافة ده حاجة تانية، النظافة ده دين تاني يعني. النظافة دي حاجة يعني لازم، يعني مش عاوزة اقولك ايه، النظافة دي اساسا تبقى اساس البني ادم. فانك انت تعيشي طفل صغير بالشكل ده وريحته تبقى معفنة والناس لما تشمي ريحته وضع وحش جدا. ده انت لو وقفتي 5 دقايق شطفتيه ولبستيه طقم كده وغسلت له وشه وسرحت له شعره، حاجة تانية. ام جنى اللي انت بتعمليه ده اساسا مش اصول وما ينفعش. كمان خد بعضك بقى تاني يوم بقى، ربنا رحمه والله. انا بحس ان الدكتور ده واخدين عليه شيكات عشان يرضى بالوضع اللي بتعمله ام جنى عندها، اللي بتبقى واخده العيله كلها. معلش احمد ابنها ده ما شاء الله كبير عريس اساسا، يعني ايه اللي بتاخديه بتخليه ويروح تتكلموا قدامه على لا مؤاخذه الوسيله وعلى الربط وعلى الفك وعلى الكلام اللي انت بتتكلميه؟ يا جماعه كده عيب. اللي انتوا بتعملوه ده انتوا بتبنوا في العيل يعني بتوضحوا للعيل تفاصيل وحاجات، يعني ما ينفعش حتى انك انت تكلمها، المفروض تتحرجي منه. مش انك انت تروحي لا مؤاخذه تشمري هدومك لحد صدرك ويتعمل لك سونار. السونار ده يعني الرحم بتاعك متهيألي العالم كله بيتفرج عليه يا ام جنى. انتوا بتعملي يعني مش عارفه اقول ايه السونار ده. فبجد لا لا لا، امور كتيره غلط، حاجات كتيره مش صح. يعني المفروض اساسا الاصول يعني لما تيجي تعملي سونار حتى على الأقل الحتة دي المقطع ده بالذات، لما يكون الدكتور بيكشف عليكي في السونار المفروض المقطع ده يتشال من الفيديو أساسا. يعني انتوا خلاص أنا عملت السونار واطمنت على على الطفل اللي في بطني، البنت ولا الولد اللي في بطني، والحمد لله كويس والدنيا كويسة والحمد لله. لا أنا كمان يا دكتور أنا هربط، أنا عاوز أربط. لا يا ام جنى اعملي حسابك انك انت لو ربطتي هيبقى في تعب طبعا، في حاجات تانية بتنزل الحاجة الشهرية دي، هيبقى في تعب على طول الشهر، طول الشهر اللي في الوقت ده في الشهر يعني. وكمان هيبقى عندك تعب كتير في الرحم والكلام ده. ومازن لا ما تربطش خلاص تاخد حقن ومش عارفة، يعني بجد بيتكلموا في حاجات مش من حقها ان هي اساسا آه، تصور فيديو يبقى الناس دي كلها شايفة الكلام ده وعادي جدا. يا جماعة يعني لازم يبقى في حد شوية احترام، شوية قيم، شوية مبادئ في أمور احنا ما ينفعش نتكلم فيها ونحكي فيها قدام أولادنا ولا قدام الناس كلها، العالم كله اللي بيفضل يتفرج عليكي. انت بتشيلي ذنب في وضع ان الناس، يعني في ناس نفسها مريضة نفوسها مريضة بتفضل تتخيل حاجات، فانت اللي بتشيلي ذنب الناس دي يا ام جنى. فبجد الله يهديكي على حالك ويهديك على نفسك. كمان انا مش فاهمه، يعني كمان في الوقت ده متهيألي كانت عاوزه تقتل مازن لما بيقول له هو ام جنى احنا كده هنحتاج نحول لها دم او نديها دم. متهيألي كانت شويه كده هتقوم تمسك مازن ده بشبشب كده وتدبه على نافوخه وهي بتبرق له كده وبتبحلق له. طب هو الراجل بيطمن عليكي يعني، هو المشكله اللي عيب ان هو بيطمن عليك وعاوز يعرف انك انت هتبقي محتاجه حاجه ولا مش هتبقي محتاجة حاجة. فبجد يعني يا ام جنى تعديتي كل الحدود. حقيقي في ناس كده موجودة على المنصة
بجد المنصة دي عاوزة تتنضّف، يعني زي منصة اليوتيوب كده التيك توك كده لمّا اتنضّفت من العالم اللي كان موجود فيها فعلًا دلوقتي كالوقت الحالي في فعلًا ناس عاوزة تتنضّف، في فعلًا يبقى رقابة على اليوتيوب والحاجات والألفاظ والكلام اللي بيطلع. أنا ما بافهمش إزاي هي ما بتتكسفش من الوضع ده، أو إزاي هي أساسًا في وقت السونار بتبقى الناس كلّها بتتفرّج ولأ وبتشرح، يعني هي بتتكلّم معاه وتشرح، غير إن أنا مستغربة الدكتور الغريب ده اللي الناس كلّها يعني العيلة أم جانا كلّها، جانا ومازن ومازن وريان وأحمد والعيلة كلّها بتبقى موجودة وبتسأل في أسئلة وجوابات، وهو الراجل ده موجود معاهم، والنبي لو ماسكة عليه شيكات يا أختي لكان هيدفع الفلوس اللي عليه عشان ترحميه من اللي أنتِ بتعمليه. يعني بجد يعني ربنا يعني متهيأ لي نِفْسه يعني يقول لأم جانا يا رب ما تخلِّف تاني ولا تجيب عيال عشان ترحمني، ما تجيش تاني عندي هنا. فالواحد كل اللي يقدر يقوله بجد الله يصلح حال الناس كلها. حبايبي لو كنتوا وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش تحطوا الاشتراك وتسيبوا لي تعليقات كتيرة تحت الفيديو. الله يحفظكم يا رب جميعا، وشكرا ليكم وشكرا على دعمكم ليا، وشكرا بجد زي ما انتوا بتحبوني كده وبتحطوا اللايكات والتعليقات. شكرا ليكم، الله يحفظكم جميعا. واسيبكم في امان الله وحفظه واستودعكم عند الله، وما تنسوش تقولوا لي ايه رأيكم في الفيديو، واسيبكم في رعاية الله وحفظه واستودعكم عند الله الذي لا تضيع ودائعه. في امان الله وحفظه للجميع.